الثقل والمسؤوليه خصوصا ضربه الجزاء الاولى. اذا محسن اربجه وجه لوجه مع الحارس يوسف المطيع. اذا محسن اربجه وضع الكره في الوقت الحكم كيطلب يوسف المطيع انه ما يخرجش من المرمى ديالو. اذا محسن اربجه يستعد لتنفيذ ضربه الجزاء الاولى لفائده فريق اتحاد طنجه. محسن اربجه يستعد لتنفيذ وضربه جزاء ناجحه. اذا ضربه جزاء ناجحه لفائده فريق اتحاد طنجه، وللمدافع محسن اربجه سدد بقوه كره في الجهه اليمنى في الوقت اللي يوسف مطيع اختار الجهه اليسرى. لاحظوا رده فعل ديال لاعبي فريق اتحاد طنجه. العبيد يحيى جبران في الوقت كتابعوا الفرحه ديال جماهير فريق اتحاد طنجه في هدف وضربه الجزاء الاولى اللي نفذها محسن اربجه. اذا يحيى جبران، العميد يحيى جبران اللي قدم مباراه كبيره كالعاده. جبران وغايه مرباح، جبران وغايه مرباح. يحيى جبران كيوضع الكره، يحيى جبران كيوضع الكره في الشباك وضربه جزاء ناجحه. ردة فعل خوان كارلوس غاريدو عميد فريق الوداد بطريقه ممتازه يضع الكره في الشباك. اذا 1-1. اذا نمشوا الان ضربه الجزاء الثانيه لفريق اتحاد طنجه. احمد الشنتوف، احمد الشنتوف يدخل خلال الجوله الثانيه. احمد الشنتوف يستعد للتنفيذ ويضيع. احمد الشنتوف يضيع ويوسف مطيع يتدخل في المكان المناسب. ضربه جزاء ضائعه لاتحاد طنجه. تابعوا التدخل ديال يوسف مطيع. فرحه كبيره لجماهير فريق الوداد. اذا ضربه الجزاء كانت ضائعه من احمد الشنتوف. اذا ايوب العبلود يستعد لتنفيذ ضربه الجزاء الثانيه. العملود يسجل ويمنح التقدم الان لفائده فريق الوداد. اذا ايوب العبلود ضربه جزاء ناجحه كل قوه كيعطي التقدم الان لفائده فريق الوداد. في الوقت اللي محمد السبول تفاعل كبير مع هذه المباراه ومع ضربات الجزاء. محمد السبول ضربه الجزاء الثالثه لاتحاد طنجه. سبول ويوسف مطيع. محمد السبول يضيع، محمد سبول يضيع. ضربه جزاء ثانيه ضائعه لاتحاد طنجه وتألق الحارس يوسف مطيع. تابعوا من جديد محمد السبول حاول يوضع الكره، ما اعتمدش على القوه في التسديد ومتابعه جيده من الحارس يوسف مطيع. اذا الان ضربه الجزاء الثالثه لفائده فريق الوداد. امين ابو الفتح يستعد لتنفيذ هذه ضربه الجزاء الثالثه. امين ابو الفتح، امين ابو الفتح يسجل، ابو الفتح يسجل. ضربه جزاء ثالثه ناجحه لفائده فريق الوداد. تسديده قويه، فرحه كبيره لاخوان كارلوس غاريدو. مسؤوليه الان كبيره.
على لاعب فريق اتحاد طنجة فهذه ضربة الجزاء الرابعة. زهير الوصلي زهير الوصلي يضيع، والوداد في الدور الربع النهائي. زهير الوصلي يضيع ضربة جزاء الثالثة لاتحاد طنجة وفريق الوداد في الدور الربع النهائي. تألق الحارس يوسف مطيع، فرحة كبيرة لجماهير فريق الوداد بهذا الفوز، بهذا التأهل للدور الربع النهائي. ضربات الجزاء تمنح ورقة المرور للدور الربع النهائي في مباراة كبيرة، مباراة